هنتكلم عن ان الدركسيون ده لما باجي احوده ما ينفعش. في ناس بتخطف الدركسيون كده وكده، ما ينفعش. باخد الدركسيون سنه سنه على قد ما ايه عيني شايفه او على قد ما بالظبط. بحتاج. طيب، تالت حاجه معايا وهي لفه الدركسيون. بلف الدركسيون ازاي؟ انا بلفه بطريقه اسمها ايد بتسلم ايد او ايد بتناول ايد. بمعنى ايه؟ اهلا بكم في فيديو جديد. النهارده معانا زياد في الحصه الاولى. هنتعلم الحصه دي اساسيات السواقه المانيوال، وهنعرف وسائل التحكم بالعربيه وازاي نظبط الكورس بتاعنا، والحاجات اللي بنتعلمها في الحصه الاولى دي اللي هي الاساسيات. يا ريت لو عجبك الفيديو ما تنساش تدعمني بلايك واشتراك القناه عشان يوصلك المزيد من الفيديوهات الجديده، وشكرا لكم على المتابعه. بص يا زياد، احنا دلوقتي بالنسبه للعربيه، اي عربيه في الدنيا باجي اسوقها، اول حاجه بعملها بظبط وضعيه القياده بتاعتي. تمام. تمام. ايه هي وضعيه القياده بتاعتي؟ احنا بنقسمهم على 5 حاجات. اول حاجه، اول ما بركب كده بتاكد ان الباب بتاعي مقفول. تمام. تمام. بعرف ازاي؟ اول حاجه عندي رقم واحد، اللمبه اللي في التابلو دي بتنور لو في اي باب مش مقفول مفتوح، كويس. ايوه. تمام. طيب، زائد لمبه الصالون. لمبه الصالون برضو هتلاقيها منوره لما الباب اتقفل كويس، طافت بالشكل ده. تمام. يبقى اول حاجه البيبان. تاني حاجه الكرسي بتاعي. طيب، بظبط الكرسي بتاعي بناء على ايه؟ انا عندي بالنسبه للكرسي في حاجتين. اول حاجه الكرسي نفسه، وده بظبطها بالنسبه للعربيه المانيوال على رجلي الشمال. بدوس على الدبرياج بالنسبه للمانيوال، والدبرياج بيحتاج ايه؟ ان انا انزل بعمق اكتر برجلي. تمام. لكن لو تمام. اوتوماتيك بظبط على رجلي اليمين، لان انا ما عنديش غير بنزين وفرامل، والفرامل بدوس عليها بالشكل ده، ما بحتاجش ان انا ادوس ايه بعمق لجوه. فانا هظبط على الدبرياج. انا دلوقتي دايس دبرياج للاخر، قاعد رجلي مش مفروده للاخر، يعني رجلي ما تبقاش عامله كده. تمام. وفي تمام. نفس الوقت ما بقاش قاعد لازق في الكرسي ورجلي خابطه في الايه، في التابلو. طب لو. انا بالنسبه لي كده كويسه. طيب، تاني جزء اللي هو مسند الظهر. تمام. مسند الظهر اللي هو ده، انا المفروض وانا قاعد تبقى ايدي ولا مفروده للاخر ولا متنيه، برضو قاعد كده. طيب، تمام. لو عايز اظبطها بالظبط بعمل ايه؟ بخلي الرصغ بتاع ايدي او كفه ايدي معديه الدركسيون من فوق. بعمل كده. لو انا قاعد كده وظهري مفرود، يبقى انا كده ايه قعدتي مظبوطه. لو لو ظابط ايدي بالشكل ده لكن ظهري مش مفروض على الكرسي، يبقى المفروض ان ايه اطلع بيه قدام اطلع شويه. لقدام. تمام. بالنسبه لتعديل الكرسي، العربيات كلها تقريبا بتبقى شبه بعض، بس باختلاف الاماكن. يعني بتختلف من عربيه لعربيه. يعني في عربيه بتلاقي المكان بتاعها فيه حديده هنا. تمام. في حديده بتبقى في النص، ممكن تلاقيها في الناحيه الشمال، دي بتقرب لي الكرسي وترجعه ترجعه. بالشكل ده. بضغط عليها. انا بالنسبه لي بضغط لفوق كده، وبحرك جسمي على بالكرسي، وايدي التانية تبقى ماسكه الدركسيون عشان الكرسي ما يسرحش بيا. بالظبط، ايوه. تمام. طيب، انا كده ظبطت قعدتي. ومثلا الظهر برضو نفس الموضوع. كل عربيه بتختلف عن التانية. ممكن تلاقي عربيه في دراع بيبقى هنا او الناحيه التانية. انا بالنسبه لي هنا في اكره بتتحرك لقدام ولورا، بترجع لي الكرسي وتقدمه. تمام. طيب، ظبطت الكرسي بتاعي. بعد كده بظبط المرايات بتاعتي. تمام. المرايات بتاعتي بظبطها بناء على ايه؟ اول حاجه، انا عايز اشوف 10% من المرايه. بص كده على المرايه، 10% لجنب العربيه او 20% بالكتير، وباقي المرايه للطريق. طب انا هعمل ده ازاي؟ انا عندي شايف الاكره بتاعت الباب اللي ورا دي؟ اه. اكره الباب اللي ورا دي انا بظبطها، ببقى شايفها فين؟ في التلت الاولاني بتاع المرايه. يعني انا بالنسبه لي المرايه دي بظبطها فين؟ انا شايف الاكره دلوقتي فين؟ في التلت الاولاني ده. بالظبط. تمام. كده انا ابقى ظابط المرايه بتاعتي، وشايف 20% او 10% لجنب العربيه، والباقي للطريق. لان انا اللي يهمني اكتر الطريق. عايز اجيب زاويه اوسع للطريق عشان اشوف العربيات اللي ورايا. بالنسبه لمرايه الصالون، بحاول ان انا اشوف الازاز اللي وراني كله. تمام. بحيث ان يبقى 50% يمين و50% شمال. تمام. بالظبط، تمام. طيب، بعد كده عندي السيت بيلت، وهو حزام الامان. حزام الامان ده من الحاجات المهمه ان انا لازم البسها عشان خاطر ما يعرضش حياتي للخطر. لو قدر الله في تصادم بيحميني. تمام. طيب، بلبس الحزام ازاي؟ اول حاجه انا بجيب التوكه دي. تمام. وبخلي الايد القريبه من القفل هي اللي ماسكه التوكه بالشكل ده، والايد التانية بسحب بيها الحزام نفسه لحد ما اوصل للتوكه بتاعتي وبقفل. بعد ما ركبت الحزام بعمل له تيست كده، بروح شايل الحزام بالشكل ده جامد كده. طالما عمل معايا الصوت ده، يبقى كده الحزام بتاعي قفل كويس، بحيث ان لا قدر الله لو في تصادم نفس الشده دي بتبقى طبعا واكتر مع التصادم، فالحزام ما يخلينيش اخبط في الدركسيون. تمام. بالظبط، ايوه. طيب، خلصنا الكلام ده كله. هنبدأ نعرف بقى ايه هي وسائل التحكم في العربية. تمام. وخصوصا تمام. المانيوال. عندي
3 حاجات. اول حاجه الدركسيون بتاعي، وده مسؤول عن عمليه التوجيه اليمين والشمال. ده ليه كذا حاجه ممكن نتكلم عنها. اول حاجه مسكه الدركسيون الصحيحه، ايه هي؟ بتبقى عباره عن 9 وربع او 10 و10. بمعنى ايه؟ لو انا تخيلت ساعه الحيطه اللي عندي، لو انا ماسك الدركسيون كده، فدي تقريبا هتبقى على شكل 9 وربع، فوق شويه تقريبا 10 و10. تمام. طيب تاني حاجه هنتكلم عن ان الدركسيون ده لما باجي احوده، ما ينفعش. في ناس بتخطف الدركسيون كده وكده، ما ينفعش. باخد الدركسيون سنه سنه على قد ما ايه عيني شايفه، او على قد ما بالظبط. بحتاج. طيب تالت حاجه معايا وهي لفه الدركسيون. بلف الدركسيون ازاي؟ انا بلفه بطريقه اسمها ايد بتسلم ايد، او ايد بتناول ايد. بمعنى ايه؟ انا دلوقتي في ناس بتيجي تحوي الدركسيون في الملفات تعمل كده، وده بيبقى يخلي ادائي في الحركه الدركسيون بطيء جدا. طيب ايه الاداء الصح؟ ان انا بعمل كده. انا مثلا نفترض ان انا هبدا بالايد اليمين وهلف كده، هل ايدي اليمين دي تقدر تلف تاني؟ لا. طيب هستلم بقى بالايد الشمال من فوق، بالظبط. وهلف لحد اما ايدي الشمال توصل لاخرها، واستلم بالتانيه برضو من فوق. فدي اسمها ايد بتسلم ايد، بتسلم وانا إيد. برد الدركسيون برضو كده، ايد بتسلم ايد. تمام. طيب تعال نتكلم عن عدله الدركسيون للناس اللي بتتلخبط وهو بيركن مثلا، فعايز يعدل الدركسيون. طيب بيقول لي طب انا اعرف ازاي ان العجل بتاعي مستقيم دلوقتي؟ ايوه هقول لك بالظبط. طريقه بسيطه قوي. هعمل ايه؟ هجيب الدركسيون يمين للاخر او شمال للاخر. طيب تعال نجرب كده. ادي يمين للاخر لحد اما ايه، خلاص ده اخر الدركسيون. طيب الدركسيون دلوقتي مقلوب ولا معدول؟ مقلوب. برافو عليك. ليه مقلوب؟ لان اول حاجه اللوجو بتاعي، لو اللوجو واضح، انا طبعا عشان اللوجو عندي ممكن يعني هو كده باين ان هو مقلوب او معدول مش واضحه. طيب ايه؟ مختلفة اه. اللغة. مختلف. ايه بقى الدليل التاني؟ الدركسيون معايا الجزء الضخم ده من فوق، فكده انا عرفت ان الايه الدركسيون مقلوب. طيب ايه المطلوب مني عشان اخلي العجل مستقيم؟ هعدل الدركسيون مرتين. يعني ايه؟ يعني كده 1 وكده 2. 2. كده لو نزلت هلاقي العجل بتاعي ايه مستقيم. مستقيم. طيب كده خلصنا من الدركسيون. نتكلم برضو عن حاجة مهمة جدا وهي الدواسات. انا عندي بالنسبة للدواسات عندي 3 دواسات. اول حاجة دواسة البنزين، وبعدين دواسة الفرامل، وبعدين دواسة الدبرياج. تمام. ايه وظيفة كل دواسة من دول؟ تقدر تقول لي؟ لا مش مش عارف. عارف. تمام. طبعا استاذ زياد عشان اول مرة يسوق عربية، فهو لسه مش عارف اي حاجه في العربيات، وان شاء الله هنبدا نعرفه كل حاجه بالتدريج. طيب اول حاجه عندنا يا زياد دي دواسه الدبرياج، ودي اهم دواسه بقى في المانيوال، الشغل كله بيبقى عليها. بالظبط. تمام. دي وظيفتها ايه بقى؟ دي بتحرك لي العربيه. بمعنى ايه؟ ان انا لما بدوس دبرياج للاخر انا كده فصلت حركه الموتور عن الفتيس. طب لما باجي اسيب بوصل حركه تاني فالعربيه تقدر تمشي. تمام. وهنشرح الكلام ده كله بالتفصيل. طيب تاني حاجه دي دواسه الفرامل. دي وظيفتها الوقوف والتهدئة. يعني لو ضغطت فرامل ببدأ أهدي السرعة لحد ما أقف وقوف تام، أو لحد ما هكمل تاني لو أنا مش عايز أقف وقوف تام وعايز أهدي سرعتي بس. طيب دي دواسة البنزين، ودي وظيفتها إيه؟ زيادة السرعة، بزود بيها السرعة. وهنتكلم عن وضعية القدم الصحيحة على الدواسات دي دلوقتي. طيب بعد كده معانا ده الفتيس. تمام. وده المسؤول عن الغيارات بتاعتي. أنا العربية المانيوال دي بالبلدي كده أو بمنتهى البساطة ما ينفعش تمشي على غيار واحد. هنا عندي رقم 1 2 3 4 5، كل غيار وليه سرعة. تمام. بالظبط. ايوه. بطلع العربية على رقم 1، وبعد كده لما سرعتي بتزيد شوية بنقل على رقم وكل 2. غيار بيختلف عن حركة عن الحركة. بالظبط كده. وهنتكلم عن كل ده بالتفصيل في الحصص اللي جاية، بس احنا ايه بناخد الموضوع كده بفكرة عامة يعني. بس انا اللي يهمني دلوقتي اللي اعرفه الاول والتاني. بالظبط. تمام. أيوة. طيب انا بالنسبة لي الاول ده بجيبه ازاي؟ تكة شمال وارفع لفوق. بالظبط كده، بجيبه شمال للاخر واطلع تاني لفوق. بنزل تكة تحت في النص، انزل تكة كمان تحت. لا. كده التاني. طيب الاول هنا قلنا شمال قدام. طيب التاني فين؟ مش هو في نفس الحاره بتاعت الاول؟ بالظبط. ايوه. يبقى انا مش محتاج ارجع في النص. انا كل اللي هعمله ان انا هخلي ايدي حابسه الفتيس ناحيه الشمال وهرجع بيه لتحت على طول. مش تمام. لازم انا اثبته وأحطه لا في النص. مش لازم اجيبه في النص. ليه؟ لان انا كده بضيع وقت. هو اصلا في نفس الحاره بتاعت الاول، هرجع بيه على طول. تمام. طيب ايه بقى بعمله قبل ما احرك الفتيس؟ بدوس دبرياج للاخر. بالظبط. ودي اهم حاجه لازم اعملها، لان انا لو العربية مش ما دبرياج تعطلش. للاخر اللي هيحصل معايا حاجه من الاثنين. يا اما الغيار اصلا الفتيس مش هيرضى يتحرك معايا، ولو اتفعفيت عليه ممكن اكسره. بالظبط. تمام. فيبقى لازم قبل الفتيس ادوس دبرياج الاخر واجيب الايه الاول. طيب هنتكلم بقى عن تحريك العربيه. بنحركها ازاي؟ احنا اتفقنا احنا بنحرك العربيه على الغيار الاول. تمام. طيب هنحركها ازاي بقى؟ احنا قلنا ان احنا بندوس دبرياج الاخر
نجيب الغيار الاول. تمام. اول حاجه دايما وانا بطلع بالعربيه عيني تبقى على العدادات دي. تمام. تمام. انا هنا عندي اللمبه الحمراء دي منوره، دي معناها ايه؟ دي لمبه الهاند بريك. طالما اللمبه دي منوره يبقى الهاند بريك بتاعتي ايه؟ مرفوعه، وما ينفعش اطلع بالعربيه لان انا كده كاني دايس فرامل. بالظبط. تمام. فلازم انزلها الاول. طيب وقبل ما انزلها بدوس على الفرامل بتاعت الرجل كحاجه ايه، نوع من السيفتي، عشان لو العربيه في منزل او في كأمان مطلع ما مثلا. تتحركش. برافو عليك. وهنتكلم برضو على العدادات دي وهنشرحها ايه بعد كده معانا. طيب انا نزلت الهاند بريك كده، العربيه جاهزه للانطلاق. طيب هل المطلوب مني ان انا ارفع رجلي على الدبرياج ازاي؟ واحدة واحدة عشان برافو نعم. عليك، عشان اوصل الطاقه من الموتور للفتيس بشكل تدريجي وسلس. لان ما ينفعش الطاقه دي تروح مره واحده للفتيس بشكل ايه، بالظبط، زي العربية ما بشكل تنطرش مني مفاجئ. مثلا. برافو عليك. فهبدا اسحب رجلي سنه سنه من على الدبرياج لحد ما بحس ان العربيه بتتحرك معايا بالشكل ده، ويبقى في رعشه بسيطه تحت رجلي. تمام. بثبت رجلي على نفس النقطه اللي العربيه اتحركت فيها، ودي بنسميها نقطه اتصال الدبرياج. تمام. تمام. طيب لو عايز اقف، انا دلوقتي العربيه مشيت برضو، بسيب رجلي من على الدبرياج خالص اهو بالشكل ده. طيب لو عايز اقف هدوس دبرياج للاخر وبضغط على الفرامل سنه سنة سنة. سنه. طيب تعالى نتكلم بقى عن وضعيه القدم الصحيحه على الدواسات دي. تمام. انا بالنسبه لي دبرياج بضغط عليه بالحته اللي تحت الصوابع. اه. تمام. اللي بنقول عليها مشط كلوة رجلي مثلا. الرجل، كلوة الرجل. كده. مبقاش اضغط بالمشط نفسه، الحته اللي تحت الايه، الصوابع على طول. ليه؟ عشان دي اقوى حته في القدم عندي، فلازم اجيب بيها ايه، الدبرياج للاخر. تمام. وما ادوسش ايه ببطن رجلي. في ناس بتدوس كده ببطن رجلها وده غلط، لان انا كده مش هقدر اوصل لاخر الدبرياج برضو. يبقى انا بدوس بايه، بالحته اللي تحت الصوابع. طيب دوست كده للاخر وانا بطلع برجلي. برضو التركية دي مهمة قوي. في ناس بتطلع كده وكعب رجلها بيبقى ثابت، لا غلط. وانت دايس على الدبرياج وبتطلع، تطلع برجلك كلها وكعب رجلك يطلع معاك. تمام كده هتتحكم اكتر في الدبرياج. العصب بتاعك هيبقى محمل على رجلك كلها مش على الوش بس. تمام. طيب بالنسبة للفرامل والبنزين، كعب رجلي بيبقى ثابت تحت الفرامل بالشكل ده وبضغط بمشط رجلي. تمام. ولو عايز ادوس بنزين بعمل ايه، وش رجلي بس اللي بيتحرك بالشكل ده على شكل 7 اهو. بص كده. بالظبط. ايوه. لكن ما اعملش كده وكده. لا. تمام. طيب انا ليه بعمل كده؟ لسببين. اول حاجه انا كده بيبقى رجلي حساسه على الفرامل والبنزين وما بضغطش بقوه، لان انا لو شلت رجلي وضغطت هدوس بقوه، وانا مش محتاج ده ولا في الفرامل ولا في البنزين. طيب تاني حاجه ان الحركه دي لما بعملها كذا مره مع التدريب، عقل الباطن بيبدا يحفظ من غير ما يعني بيخليني ما اتلخبطش خالص. بمجرد ما انا عايز ادوس بنزين وش رجلي ايه، بيتحول كده ناحيه اليمين. لو عايز ادوس فرامل رجلي بترجع لوضعها المستقيم الطبيعي. بالظبط. تمام. طيب احنا كده تقريبا ممكن برضو نتكلم على العدادات دي بسرعه. انا عندي ده عداد الار بي ام، ده وظيفته ايه؟ ده بيقيس لي عدد لفات الموتور في الدقيقه الواحده. اه. بيقيس لي عدد لفات الموتور في الدقيقه الواحده. طب ده انا ممكن استخدمه في ايه في العربيه؟ مثلا اللي هو يقول لك تدي غيار امتى. برافو عليك. طيب انا عندي الافريج بتاعي من 2 ل 3، يعني من 2 ل 3 ممكن اغير. تمام. اه. ما غيرش قبل 2 وما اتاخرش عن 3، اقصى حاجه 3. بالظبط. تمام. طيب هنا دي لو تلاحظ الارقام دي هنا في العداد مضروبه في ايه، في 1000. يعني واحد دي معناها 1000 لفه في الدقيقه، واتنين دي معناها 2000 وهكذا. تمام. طيب ده عداد السرعه، ده بيقيس انا بمشي قد ايه في الساعه. يعني مثلا لو انا ماشي على 30 يبقى انا بمشي على سرعه 30 كيلو متر في الساعه وهكذا. وده مؤشر البنزين، من المهم برضو ان انا ابص عليه قبل ما اطلع بالعربيه عشان اتاكد العربيه بتاعتي فيها ايه، بنزين او بترول. تمام كده. ممكن بقى نبدا ايه، نطبق الكلام اللي احنا شرحناه ده. تعالى مكاني. اول حاجه هنعملها ايه، نظبط رجلينا ايوه على الدواسة. برافو كده عليك. تمام. اول رجل اضغط كده للاخر عشان تقيس. اخر. كده تمام. بس انت مش دايس للاخر، خلي بالك اضغط للاخر اهي كده للاخر. ايوه كده تمام بالظبط. جدا كده رجلك مرتاحه. واحدة واحدة. تمام. ماشي. طيب الرجل التانية انا على الفرامل. ايوه بص بالظبط بقى. كده. بس انا انزل برجلك سنه لتحت. ايوه كده اهو. اه. بالظبط. ودايما خلي رجلك حساسه على الفرامل.
يعني لما تيجي تضغط ما تاخدش الدواسه للاخر لا كده على ما طول. ضغطش جامد. انت بالظبط. بتضغط ايه سنه سنه لحد سنة ما سنة. عينك تقول لك كفايه. يعني ايه بالظبط. عينك تقول لك كفايه؟ يعني عينك تبقى شايف ان العربيه بتهدي، ما بتهديش، لسه محتاجه تضغط ضغطه كمان. فاهمني؟ بالظبط. قربنا من حاجه قوي فهنزود الضغطه وهكذا. بالظبط. طيب ننقل رجلك على ناخد البنزين الرجل كده. التانية على البنزين. اه الضغطه دي ايه؟ كده شديدة. شديده. طيب ارجع على الفرامل. ماشي تانية. بص بقى انا عايزك تعمل كده بالظبط كذا كده مره. اهو. ايوه ايوه برافو عليك. كده تمام كده لو عايز تنزل برجلك سنه تحت تنزل عشان تقدر تتحكم كويس. ايوه اضغط كده بقى. يلا حول رجلك. لا كده كتير، مش عايز تضغط الضغطه دي كلها. تمام. ايوه سنة. برافو عليك. وادي البنزين. نقل رجلك بقى كده من غير ما تدوس، نقل رجلك كده زي ما انا بعمل. ايوه تمام جدا. طيب عايزك بقى ترفع رجلك من على الدبرياج كده، وريني هنرفع رجلنا ازاي. سنة. نفس الايه الغلطه اللي كنت لسه بقول لك عليها من شويه. عايزك تطلع برجلك كلها، كعب رجلك يطلع معاك. ايوه كده تمام. دوس للاخر. من الآخر رجل الكعب اه هيروح، فأرجع سنة سنة. لا بص يا زياد، انت بتدوس كده وتطلع بكعب رجلك معاك برضو. انا عايزك تدوس بالظبط بالجزئيه دي اللي هي تحت الصوابع. اه. ايوه دوس بقى للاخر. لا دوس للاخر، دوس للاخر. اهو دوس. اطلع بقى سنه سنه كده. لا يعني انت براحتك. كده للآخر. اطلع بقى برجلك كلها، لا ما تثبتش كعب برجلك. عايزك تطلع برجلك كلها. دوس للاخر تاني. عايزك تطلع برجلك كلها. ايوه كده. ماشي كده اهو. اه برافو عليك، بس عايزك تطلع بالراحه بقى. ماشي واحدة واحدة. ابطأ حاجه عندك. ايوه ليه ابطأ حاجه؟ عشان تقدر تحس بنقطه الاتصال وتقف عليها بالظبط. بالدبرياج. لكن انت لو طلعت بسرعه العربية تنطر مني وممكن مش هتقدر بالظبط اه. تحس بنقطه الاتصال. بالظبط. تمام. بعد كده هنعمل ايه؟ احنا ظبطنا الكرسي بتاعنا. نظبط ايه؟ المرايات. الله ينور عليك. بالظبط. كده المرايات مظبوطة. طيب يعني انت كده شايف الاكرة اللي ورا شايفها في التلت الاولاني. بالظبط اه في التلت حلو الأول. جدا. والباقي كله جايب لي الكادر كله بتاع العربيات اللي للطريق. ورا. الله ينور الطريق. عليك حلو قوي. والمراية التانية نفس الموضوع. نفس الموضوع. طيب والمراية دي بشوف بيها الازاز اللي ورا كله. بالظبط. حلو دول جدا. الأساس كله. بعد كده نعمل ايه؟ الحزام. ايوه كده اهو. أيوة. التانية اربط بيها. امسك التوكة. بص ادي الحزام الاول. يعني انا دلوقتي المفروض بعدله كده. لا الناحية التانية. ايوه كمان لفة صغيرة بس. امسك التوكة بالايد اليمين دي. ايوه وابدأ ايه بالراحة. بالظبط. اه ممتاز جدا. كده تمام. حلو قوي. يلا نبدأ بقى نحرك العربية. كده تمام واحدة واحدة. ايوه رجلينا على البنزين لا لسه. لا رجلك على الفرامل. رجلينا على الفرامل. ايوه دوس دبرياج تمام. الاخر كويس قبل ما احرك. الدبرياج ايوه الآخر. اجيب الاول زي ما اتعلمنا. لا شد ده. لا هات لا، الاول هات الاول. كده هو ايوه فوق. حلو. بس عايزين بقى نتفق على حاجه، الفتيس مش محتاج عنف خالص. بالظبط الفتيس لاحظتها. بحركه بص اهو بالظبط. بصوابعي. بالظبط لاحظتها. بس اهم حاجه اتاكد ايه؟ ان انا اكون حابسه كويس في الشمال عشان اوديه المجرى بتاعته او المسار بتاعه ويطلع معايا بسهوله. كده الأول. الله ينور عليك. فاضل ايه بقى؟ كده فاضل. ايوه الفرامل. برافو عليك. بص بقى قدامك وركز قوي في الدبرياج. اطلع سنه سنه. اول ما تحس ان العربيه بتتحرك هتثبت رجلك على الدبرياج. تمام. كده ننقل. ما تبصش على الدواسات. واحدة واحدة. لا دوس دبرياج للاخر. نبرش الآخر. هات الاول. تمام. الأول. لا شمال قدام. برافو عليك. بص بقى عايزك تسيبك من البنزين ده خالص انساه. عايزك هسيب سنة سنه الأول. سنه دبرياج. العربية هتطلع من اول ما البنزين. العربيه تتحرك هنثبت على الدبرياج وهنكمل عادي لمده 3 ثواني، وانا هقول لك شيل رجلك من على الدبرياج خالص لما يبقى المفروض نعمل ده. بالظبط. يلا بص قدامك شيل رجلك سنه سنه. ما ماشي. تضغطش على الفرامل، خليك حاطط رجلك فوقيها بس. بص هتبدا تتحرك، ركز. سيب فرامل يا زياد. اثبت على الدبرياج، اثبت على الدبرياج. ايوه كده. سنة. شيل رجلك بقى خالص من على الدبرياج. العربيه خدت الايه الدفعه بتاعتها خلاص. تقدر تشيل رجلك خالص من على الدبرياج على فكره.